يسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وهو عمل الخبز الفلسطيني على الطابون، وعملته كمان على المقلاة للي مش متوفر عنده الطابون. وطبعا بالنسبة لعنا بغزة مش متوفر الغاز، وكتير من المخابز انقصفت وما بتشتغل إلا القليل منها. ويلا نبدأ الفيديو. لتحضير العجينة بنحتاج 6 كاسات طحين، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة ونص كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. بنخلط المكونات الجافة بعدين بنضيف 3 كاسات إلا ربع مية دافية، وبنعجن لحتى نحصل على عجينة طرية وملساء. وبنغطي العجينة وبنتركها ترتاح لحتى يتضاعف حجمها. هلأ صارت العجينة جاهزة، بنقطعها لكرات متوسطة الحجم. وبنغطي الكرات وبنتركها ترتاح شوية. بعدين بنرق العجينة، طبعا بنرش سطح العمل بشوية من الطحين، وبنرقها لسمك متوسط. وهلأ وصلنا لمرحلة الخبز. بنحمي الطابون وبنخبز. طبعا أنا قبل هيك ما جربته للطابون إلا بعد الحرب، يعني لقيناه هنا بالمكان اللي احنا نازحين فيه وفرصة انه نستخدمه. طبعا أنا جربت الخبز على الطابون وعلى المقلاة، بس لقيت خبز المقلاة أطيب وأطرى، يعني حبيته أكتر. طبعا زي ما انتوا شايفين كيف ما شاء الله الخبز بنفش. طبعا أول ما بنطلع الخبز بنغطيه لحتى يضل طري.
ولما بدنا نخبز الخبز على المقلاة برضو لازم نكون محميين المقلاة قبلها بوقت. بنحط العجينة يدوب ثواني وبنقلب، بنضلنا نقلب لحتى بس ياخد لون خفيف من على الوجهين. وطبعا زي ما انتم شايفين برضو كيف بينفش ما شاء الله الخبز. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، وبشوفكم فيديو جديد اذا الله راد، وما تنسونا من دعائكم.